مع بعض النهاردة عملنا غدا ايه؟ عملنا حاجة كلنا بنعشقوها، كلنا بنحبها. هنا معايا البهارات بتاعتها كلها، معايا بابريكا، معايا كمون، معايا سبع بهارات، معايا جوز الطيب، معايا كزبرة ناشفة، ومعايا كزبرة خضرا وشبت وبقدونس وبصل وثوم، ومعايا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا دقيق الرز. تمام، معايا دقيق الرز، دقيق الرز يا بنات. هنعمل بقى ايه احنا النهارده؟ ومعايا بيكنج باودر، هناخد منه حبه صغيرين عشان نخليها هشه. هنعمل ايه بقى؟ كفته الرز. هحط انا الاول في الكبه هنا، انا استخدمت بقى الكبه الكبيره بتاعتي عشان نعمل الكميه كلها مره واحده. هنعمل كفته الرز. هنضرب الاول في الكبه الخضره مع اللحمه، قصدي الخضره مع البصل والثوم الاول. يعني الاول هنضرب البصل والثوم والخضره مع بعض زي ما انتم شايفين كده، نضربهم لحد ما ننعموهم خالص، وبعد ما ننعموهم نحطهم على اللحمه. شوفوا بقى الطريقه اللي انا هعملها دي، وشوفوا انتوا بتعملوها ازاي، ونعرف بعض كل واحد طريقته ازاي. تمام. انا الكفته دي بعشقها، بموت فيها، عايزه اقول لكم جميله جدا يعني. بس نبدا بقى نضربها في الكبه، نضرب واحده واحده. انا ببدا يعني اشغل واطفي اشغل واطفي عشان اخلي البصل يبدا ينزل تحت يعني. ممكن الكبه اللي معايا دي اشغلها ناحيتين، من ناحيه الشمال واليمين. انا هطلعها بس لما بكون بعمل حاجات كميات وحاجات كده يعني. اهو زي ما انتم شايفين بقى ضربته خالص، هشيل نص الكميه عشان ابدا احط اللحمه، عشان ما ابوظش الكبه واسخنها واضغط عليها يعني بالحاجات كلها باللحمه وكده. هتشوفوا الطريقه دلوقتي، طريقه جميله جدا، وانا بحب عامه يا بنات، انا بحب فيها خضره كتير. يعني انا لما باجي اعملها بحبها لونها اخضر مش ابيض، فبحب احط فيها اللي هو البقدونس والكزبره والشبت. شبت ما بحطش كتير عشان ما تمررش في الاخر وتسود، بحط كزبره وبقدونس وحزمه شبت بس عشان ما تديش لون اسود في الاخر. بس نبدا بقى ننزل باللحمه بتاعتنا. عايزه اقول لكم يعني نص كيلو لحمه مع الدقيق بتاع الرز بتدي كميه كتيره جدا على فكره يا بنات. نبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا، كمون وكزبره وسبع بهارات، وده الكمون ده، وجوز الطيب وملح وفلفل اسود. دي جوز الطيب اللي انا بحطها. حطوا البهارات بتاعتنا، طبعا تقدري تحطي البهارات اللي انت حباها. انا حطيت بقى كمون وكزبره بس مش كتير، اللي هو كزبره ناشفه. حطيت كزبره مش كتير وكمون مش كتير. بس نحط بقى البهارات بتاعتنا، وبعد كده نبدا ايه، حطيت كمان شويه بابريكا اللي هي دورشي مش حراقه. نحط الملح ونبدا بقى نضرب اول واحده كده، اول جزء يعني من اللحمه والخضره والحاجات دي كلها مع بعضها اول حاجه. وهنا حبه اسمه ايه، بيكنج باودر، علشان تديها يشان ما تخليهاش مكتومه. بس نضربهم مع بعضيهم بقى كده زي ما انتم شايفين، بنعمهم خالص. بعد كده هننزل ببوله بقى باللحمه والحاجات دي، هنحطها في بوله. واللي هو دي الرز مش محتاج يتحط في الكبه، احنا هنحطوه على اللحمه وهنبدا نقلبه بطريقتنا ونشوف الكميه اللي هنحطها قد ايه. انا معايا 2 باكت، والباكت عامل 250 جرام. تمام. شوف بقى نستخدم منهم قد ايه دلوقتي. زي ما انتم شايفين انا بفتح وبعدين ايه، بنزل الجوانب بالاسباتولا كده تاني، وابدا اضرب تاني، علشان انتوا عارفين الكبه لما بتيجي تشتغل بتبدا توزع الحاجه جوه، فاحنا عشان نخليها كلها متماسكه مع بعضها بنبدا نعمل كده. شايفين زي ما شايفين بتتضرب ازاي؟ انا عايزه انعمها خالص، المفروض هي تبقى عامله زي الانسجه كده، عشان نقدر ان احنا ايه نصبحها وتبقى ماسكه في بعضها، متفكش منها في الزيت. نطلعها بقى دلوقتي. عايزه كمان اقول لكم ان الكاميرا اصلا كمان ظلماها، يعني بقى كنت خلصت خلاص اهو، عملت الاتنين اهو. وهنبدا بقى ايه، الدورين اللي هما انا كنت عاملاهم ورا بعض، وهنبدا بقى نحط ايه، فرينا دي ريزو بقى، هو دي الرز يعني. خلاص. بتجيبي من اي مكان، ده انا جايباه من السلونجه.
اللي هو الفريدريز دي تجيبها من السلونجا، ممكن تجيبها من السلونجا، ممكن تجيبها من الاورسبين، من اي سوبر ماركت جنبك هتلاقي فيها عامه دقيق الرز. هو بس بيبقى كيس صغير كده، مبيبقاش كبير، كيس كبير زي الدقيق العادي، بيبقى كيس كده صغير عامل زي النشا كده. بس نبدا بقى ننزل ايه بحبه حبه كده ونبدا نقلب. تمام. انا هستخدم ايديا يا بنات، الكيس زي ما بقول لكم هو فيه 250 جرام. نبدا نقلب بقى كده ونشوف هي اخدت مننا كميه قد ايه. انا حطيت لها 300 جرام، يعني كمان فتحت العلبه التانية وخدت منها 50 جرام. تمام، عشان انا عامله نص كيلو لحمه، فعلى ما اعتقد لو كيلو لحمه هياخد اكتر، يعني هياخد زي 3 بواكي. بس نبدا بقى نقلب كده. انا طبعا انتي لما بتيجي تقلبي الحاجه بتحسي من ايديكي ان هي محتاجه ولا لا، ناعمه ولا هتمسك ولا مش هتمسك عامه يعني. بس انا محبتش اقص الحته دي وحبيت اكمل معاكم عشان تشوفوا. انا حطيت طبعا اول كده الكيس بتاع الدقيق انا حطيته كله، اللي هو دقيق الرز. جميلة يا بنات، لازم تجربوها بالطريقة دي، سهلة. وانا بقى نقدر نبل رز ونستنى لما ينشف وبعد كده نطحنوه. وفي ناس كتير ما عندهاش هنا مطحنة ان هي تطحن الحاجة عندها في البيت. تمام. فتقدري تستبدلي الرز بدقيق الرز. وانا بتهيالي على فكرة ان دقيق الرز احسن بكتير من الرز ذات نفسه المطحون، طعمه احلى بكتير، ما بيبقاش باين اصلا في الكفتة. انا حاسه ان الكفته لسه محتاجه تاني. طبعا في اللحظه دي لما خدت حته وراح اغسل ايديا وهروح ايه احط اللي من العلبه التانية، فتحتها انا وخدت منها وحطيت ولميتها بطريقه كويسه زي ما انتم شايفينها كده اهي. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، ريحتها جميله جدا. انا كنت في الوقت ده بعملها بالليل، يعني جهزتها وصبعتها عملتها كلها بالليل، وبقى صحيت تاني يوم ساعه الغدا بقى بدات احمرها وكده. شايفين منظرها عامل ازاي. انا بحب اللون ده يا بنات، بحبها خضره كده، ما بحبهاش فاتحه. اهو بقول لكم الكيس اهو خدت منه انا اهو 50 جرام من الكيس التاني. تمام، انا خلصت واحد كان 250، فتحت التاني خدت منه 50 جرام وحطيتها عليها وخلاص كده خلصناها. نبدا نصبعها. معايا هنا طبق فيه شويه ميه صغيرين، نبدا بقى ايه نصبع الكفته بالطريقه طبعا اللي انت حباها، تعمليها مدوره، تعمليها صوابع، كل واحد ايه هو وحريته الشخصيه. بس هي طبعا احنا كلنا متعودين عليها في بيت اهالينا، لما كنا بناكلها صوابع. نبدا بقى نصبع. زي ما انتم شايفين كده. اهو انا هنا كنت خلاص صبعتها وخلصتها كلها زي ما انتم شايفين، وشاده لونها. كنت عملتها بالليل بقى وغطيتها بالاسترتش وحطيتها في التلاجة وقلت تاني يوم بقى نبدا ايه نقوم بقول لكم ده الكيس اللي انا خدت منه بقى 50 جرام. قلت بقى تاني يوم نقوم بقى ايه نحمرها بقى ونبدا نعمل الاكل بقى بتاعنا بقى، وكل حاجه تبقى جاهزه يعني. بس انا هنا بقى ايه قبل ما احمرها قلت اعمل الصلصه بتاعتها الاول. معايا في الحله دوت بصل، قلت نحمره الاول. قلت نحمرها قبل ما نحمر يعني البصله ونعمل الصلصه بتاعتها قبل ما نحمر بقى الكفته، عشان ننزل بيها على طول اول ما نطلع بيها من الحله، ننزل بيها من الزيت، ننزل بيها على طول في الحله. النهارده الدنيا مش قريبه معايا في الكلام. خدت اللون بسيط البصله، هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. انا طبعا عشان هعمل الكميه كلها فهعمل حله كبيره بحيث ان تقعد معانا يومين يا بنات، عشان كان تاني يوم عندي مشوار مهم ومكنتش هعرف اعمل فيه غدا، فقلت ايه اعمل اكل يقضينا يومين، ولا عيب ولا حرام طبعا، عادي يعني. اللي بتحصل في التاريخ مره واحده ان الواحد يعمل اكل يومين، يا ريت والله الواحد يعمل اكل كل يوم اللي يقعد يومين يعني، من الحر اللي احنا فيه دوت هنا
الله يعيننا جميعا يعني في المطبخ. بس والصلصه بقى اللي كانت مبقيه في الازازه حطيت عليها شويه ميه ورجيتها ونزلتها. احط بقى بابريكا، احط فلفل اسود، طبعا مش هنكتر في البهارات عشان اللحمه اوريدي فيها بهارات. تمام. نحط اللي هي الماري ديت عشان انا ما عنديش شوربه ازود. ده ماري بودر حلو، انا بحب احسن من التاني المربع ده. تمام. وده الفلفل الاحمر اللي انا كنت عاملاه يا بنات معاكم، شايفين الزيت بتاعه مجمد ازاي، شايفين مشروقات اللي بالله الفلفل عامل ازاي. كنت انا عملته قبل كده معاكم وقلت لكم انا بحب احطه في التلاجة جاهز عندي لاي حاجه انا عايزه اعملها بقى، سمك احتاجه حاجه زي كده، ان هو يديني طعم تحفه يعني. كان مديني طعم جميل جدا كاني هعمل باميه. حطيت شويه ملح اهو كمان برده مش كتير عشان البهارات التانية كلها في اللحمه. ونسيبه بقى ايه يتسبك مع بعضه. تمام. لحد لما بقى ايه دلوقتي نحمر الكفته وننزل بيها بقى على طول ايه في الحله. نقلت الحله تانية جوه، هنبدا بقى عشان نحمر الكفته. عايزه اقول لكم ان الكفته ما خدتش مني زيت كتير على فكره، ولا حتى غمقت الزيت خالص. وهبدا بقى ارصها كلها كانت ترص واحده واحده. انا طبعا بمسكها بالراحه علشان كنت حاطاها طبعا في التلاجة وهي كانت لازقه مع بعضها شويه، فانا كنت خايفه ايه وهو شكلها يعني. نبدا بقى نعيد من اول نعمل الصوابع. انا برص اهو زي ما انتم شايفين في الزيت. زي ما انتم شايفين كده بنرص فيها جميله جدا يا بنات، لازم تجربوها، ولما تجربوها تقولي لي ايه رايكم فيها. والطريقه دي طريقه تعتبر التوب بتاعتها. الفرق بس ان مفيش رز، في دي الرز تحفه يا بنات، وكلنا اتعودنا عليها ناكلها باللون الاخضر ده. محدش فينا كان بيحب ياكلها دوت لونها فاتح كده، بتبقى اكترها رز، بتبقى في ناس بتعملها بيضه بحس ان هي فيها رز اكتر من الخضره واللحمه. ما بحبهاش كده، بتبقى كده اسهل واحسن واطعم كمان. تحسي انت بتاكلي فعلا حاجه طعمها حلو، تحسي بطعمها اكتر كمان، تحسي انت بتاكلي لحمه ممكن اكتر من انك تاكلي ممكن رز يعني. فجربوها ولازم تقولي رايكم فيها، ولايك وشير يا بنات للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. بتمنى الفيديوهات تكون بتعجبكم، زودوا في اللايكات شويه عشان انتوا شايفاكم كده ايه يعني بتتفرجوا على الفيديو بس ما بتعملوش لايك يعني. ده اول جزء انا طلعته اهو، شايفين كنت عملته قبل ما افتح الكاميرا. طعمها تحفه، شايفين عامله ازاي من جوه، جميله جدا. لازم تجربوها بالطريقه دي يا بنات، بقول لكم انا اهو. ده بقى الجزء اللي انا بعمله بحمره اهو، نبدا نطلعه ونحطه برده في الطبق قبل ما الصلصه كانت ايه تبدا تسبك شويه، عشان طبعا زي ما انتم شايفين كنت لسه حطاها على النار. في ناس برضو شفتوهم بيعملوها يا بنات وبيحطوها نيه في الصلصه. بصراحه انا خفت اجرب، قلت المره الجايه هبقى اعمل حبه صغيرين نعملهم لوحدهم ونجربوها ان احنا نصبحها كده ونحطها في الصلصه من غير ما نحمرها. انا متهيألي لو طعمها حلو هتبقى افضل بكتير من ان احنا نحمرها في الزيت. فان شاء الله المره الجايه لما اجي اعملها هنجرب حبه صغيرين كده نحطهم في الصلصه من غير ما نحمرهم. بعتذر يا بنات من الكحه. قولوا لي بقى مين عملها في الصيف زي ما انا عملتها كده. المفروض هي اصلا الاكله ديت الافضل ناكلها في الشتاء يعني اكتر، يعني الناس بتعملها اكتر في الشتاء، بس انا كانت هفت عليا يعني كده وقلت ايه نفسي فيها ونفسي اكلها بصراحه. انا كمان طول الشتاء ما عملتهاش، مدارس بقى وعيال وتدريبات. فدي عشان تعمليها لازم تكوني قاعده كده ايه يعني يوم كده مع نفسك في البيت عشان تعمليها صح يعني. بس هنبدا بقى هي خلاص الصلصه هنا كانت اتسبكت، وهنبدا بقى ايه نشيل الكفته دي ننزلها على طول على الحله. دول الحبه اللي احنا حمرناهم، ودول بقى ايه دلوقتي نشيلهم من الطاسه كده على الحله على طول. عجبت الولاد جدا جدا، وبصوا ما اقولكمش يعني كانوا فرحانين بيها جدا، كان بقالنا فتره ما كلناهاش. عجبتهم جدا وما شاء الله كلوها.
خبيت منهم حله بالعافيه علشان انا كنت عامله حساب طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو لتاني يوم. شايفين الزيت يا بنات كان لونه عامل ازاي؟ زي ما هو ما حصلوش اي حاجه من الكفته. انا متهيألي بقى لما بتتعمل بالرز بتشرب بزيت كتير اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. نسيبها بقى شويه تثبت مع بعضها، ونبدا في اللحظه دي بقى يا بنات ايه نزود الميه واحده واحده. عندك شوربه زودي، ما عندكيش شوربه حطي ميه كده كده. احنا حطينا في الاول مرقه الدجاج شايفين عامله ازاي. انا بزود هنا بقى الميه بقى شويه كده عشان ايه كانت اتسبكت شويه عشان ما تلزقش في الحله، فزودنا شويه ميه. عشان انا كمان يا بنات هحط عليها بطاطس، عملتها بالبطاطس بحبها جدا برضو بالبطاطس. انا بحبها بالحالتين، بحبها كده وبطاطس، بس انا حبيت احط عليها بطاطس زي ما انتم شايفين كده. قطعت البطاطس مكعبات وحطيتها في الحله عليها، كانت طعمها بصراحه جميله يعني. وعملت معاها كمان رز بالسمنه العصفور، ما كانش عندي شعريه عملت سمنه عصفور، كانت اكله فعلا تحفه. حطينا معاها مخلل بقى وزي ما انتم شايفين اهو، حطينا ليمون. وديت الكفته بالرز اهي، وعملنا معاها الرز اللي هو بسمنه عصفور. ولا تشيلوا الفيديو يا بنات عشان يوصلكم كل جديد. بتمنى الفيديوهات تكون بتعجبكم. كنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.